هو مين اللي بنى الأهرامات؟ معقولة مثلثات وحجر بالحجم ده يقدر إنسان يطلعه من غير ما يكون عندهم المعدات الحديثة اللي موجودة دلوقتي؟ ده بيقولوا إن الحجر الواحد ومعدل أطنان، إزاي طلعوها بالشكل الهندسي ده؟ واشمعنى مثلث؟ هو في سر؟ أكيد عفاريت هم اللي ساعدوا في بناء الأهرامات، صح؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والرد التاني قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مش ده الحوار اللي كان دار مع سيدنا سليمان واللي كانوا حواليه؟ الجن رد، واللي عنده علم من الكتاب رد ساعة عرش بلقيس. فاكرين معايا؟ ايه العبط ده؟ ايه علاقة حوار سيدنا سليمان باللي بنى الأهرامات؟ طب ولو قلت لكم اللي أنا بقوله لكم ده هو اللي فيه سر بنى الأهرامات، ايه العبط ده؟ ايه العلاقة؟ كلكم بتقولوا ان مش معقول يكون في بني ادمين طبيعيين يشيلوا الحجر ده بالوزن ده ويطلعوه بالشكل الهندسي اللي كلنا عارفينه وشايفينه. الله، اكيد استعانوا ببعض مخلوقات الجان علشان يبنوا الاهرامات. وفي منكم بيقول ان هم ملوك الجان هم اللي بنوا الاهرامات وبعض الفراعنة استعانوا بيهم. والكلام ده بقى مش بالظبط حقيقي. عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول لكم بالاشارة اللي انا اشرت لكم بيها على حوار سيدنا سليمان على مين اللي هيجيب عرش بلقيس، ان ربكم هنا ادانا آية مهمة جدا بس احنا اللي مش مركزين. ربنا خلى عفريت من الجن، يعني اللي هو اعلى قوة في مخلوقات الجان هي درجة العفريت، وخلى اللي عنده علم من الكتاب يرد على العفريت اللي هو أقوى حاجة في الجان ويقول إن أنا أقدر أجيب العرش أسرع منك. يعني عايزة تقولي إن الفراعنة كان عندهم علم هو اللي بنى كل ده وعمل كل ده وخلاهم متقدمين عن حاجات إحنا لحد دلوقتي ما اكتشفناهاش زيهم. آثاروا الأرض وعمروها أكثر منكم. يا ترى هنا ربنا كان يقصد مين؟ يعني ربنا اداهم اللي عمروا بيه الأرض أكتر مننا رغم إن احنا دلوقتي أكتر والتكنولوجيا أحدث. ربنا ادى للفراعنة اللي ما اداهوش لأي حد وأورثناها قوما آخرين. يعني إيه يا سارة؟ يعني الفراعنة كان عندهم علم مش بس يقدروا بيه يستخدموا الجان. العلم اللي ربكم اداه للفراعنة ما اداهوش لحد، ما كانش بس يقدروا يستخدموا ملوك الجان اللي عندهم أقوى القوة، لا، ده كان عندهم العلم اللي يخليهم يستخدموا كل ما هو على الأرض بمخلوقاتها وزرعها وسحرها ورياحها. يعني انتي تقصدي تقولي ان ربنا اختصهم بسر من العلوم اللي بيستخدموا مخلوقات الارض؟ يعني ما كانش الجن بس، ممكن يكون في حاجة اقوى من الجن. ويخلق ما لا تعلمون، برضو ربكم اللي قال كده. يعني انتي يا فزلوكة الوحيدة اللي طالعة بتقولي ان سر بنى الاهرامات هو علم اختصه للفراعنة بمنتهى البساطة كده؟ ربنا سبحانه وتعالى ادى علم للفراعنة ما اداهوش لحد،
وأقوى دليل على كلامي هو الحوار اللي دار مع سيدنا سليمان وجميع الحاشية اللي كانت حواليه من إنس وجن. في أقوى من مخلوقات الجن؟ في. الإنسان أقوى؟ في، بدليل الآية الكريمة بتاعت سيدنا سليمان اللي بنى الأهرامات الفراعنة بعلمهم اللي ربنا اختصوا بيهم وما اداهوش لأي حد، شكل هندسي وحاجات خارقة عن طبيعة البني آدم العادي، ووصلوا لحاجات ما وصلنا لهاش احنا لحد دلوقتي. ده كله بإيه؟ فعلا بقوة أكبر من قوة الجان زي ما ربنا ذكر لنا في كتابه الكريم. واللي أنا عايزة أقوله لكم كمان إن مش كل الفراعنة كانوا موحدين بالله عز وجل، هم أغلبهم كلهم وحدوا، ولكن البعض لقب بنفسه إنه إله من كتر القوة واللي هو وصله، نصب نفسه إنه هو إله من الآلهة. والبعض الآخر اللي هو الأغلب وحدوا إن في حاجة اسمها إله بس غير مرئي ومش موجود. وعايزة ألفت نظركم لمعلومة، إن الفراعنة منزل لهمش أديان ولا أي كتب إلهية أو سماوية، يعني ولا نزل لهم توراة ولا إنجيل ولا القرآن الكريم. وكان آخر ما كان من الفراعنة هو فرعون موسى. وبعد كده بقى هقول لكم ليه قلت لكم المعلومة دي، بس عايزاكم تصعدوا الفيديو ده علشان المعلومة توصل لأكبر عدد، وياريت تركزوا كويس قوي في كل كلمة أنا قلتها لكم من أول الفيديو لآخره، لأنه مهم جدا وهيرد لكم على حاجات كتير قوي بتدور في دماغكم. صعدوا الفيديو عشان أقول لكم ليه قلت إن آخر الفراعنة هو فرعون موسى، وليه اتكيت على ده. لأن في حاجة برضو انتوا سألتوني فيها مهمة جدا انتوا عايزين تعرفوها، علاقة الأنبياء بالفراعنة. هو كان في أنبياء هم فراعنة وليهم أسماء غير الأسماء اللي احنا نعرفها؟ ده هتكون في الحلقة الجاية أو في الفيديو اللي جاي. لو عايزين تعرفوا هتوصلوا الفيديو ده لأعلى تفاعل وتشيروه وتعملوا له اكسبلور.